شيخنا العزيز، احنا نقترح عليكم اليوم المحاضرة نريدها باسمكم واسم اهل النعمانية، وهاي البارحة المهزلة ما نسميها دير السنة، مهزلة للأسف الشديد، يعني عراية وشباب وسكارى وحبوب واشكال شفنا البارحة. نعم. احنا ناس منهجنا منهج ان شاء الله اهل عشائري بالإضافة عشائري نعم. عرفي. احنا نقول ان شاء الله مرتبطين بآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. اي والله نريدكم اليوم بهذا الشيء كنت تحضرونا انتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا اخواني الاعزاء، احد المواطنين وهو ابن ولايتي من اهل النعمانية يطلب ويقول اصعدوا على المنابر وتكلموا بقضية انه قضية البارحة اللي هي الاحتفالية مال راس السنة. يا اخواني الاعزاء، يعني هي راس السنة هذا عيد، يعني انه راس السنة المسيح، يعني بداية ولادة المسيح. اخواني الاعزاء، حتى المسيح ما سوى وسوايتكم، خصوصا انتم الاسلام. يعني احنا مذهب شيعي اسلام سني اللي طلعنا الحدود نهائيا. نفسية المسيح ما يقبل اللي سويته، شربون وحش السامع بنات ونساء وصايرت لك ولواط وكبسله اللي انا وصلتني البارحه المعلومات. نعم. والكارثه يا ابن العام، احسنت. هذا المطار هذا صاير نفسه. انا اللي ارجو من الحكومه العراقيه وخصوصا حكومه النعمانيه انه يشوفون المطار شنو قضيته، يطلعون علي العصر والصبح مليان. احنا اهل المنطقه مليان. احسنت. هاي مناشده من اهل النعمانيه كلها، هاي الناس جاي تصور. فالبارحه حتى والله انا تعجبت انه كثير من المشايخ هم اصدقائنا واخوتنا يقول صلوا ركعتين انه راس السنه. وين تصلي ركعتين؟ ما تيجي تصلي ركعتين. منين جبتها؟ احنا اللي عندنا هي السنه والقران والعقل والاجماع. منين جبت ذني حتى تصلي ركعتين؟ اذا انت جايب لي اياه من غير كتاب واحد داسه، فيا اخوي القضيه ترى كلها مدسوسه وجزاكم الله خير. فاخواني الاعزاء، اللي يريده من عندكم انه الحفاظ على المذهب الشيعي، على دين الاسلام، على المذهب السني، تحافظون عليه بصوره صحيحه، لانه الناس ما تقبل. والبارحه اللي صار ما نريد يتكرر. مهزله والله، مهزله. كلهم اولاد عشائر، اولاد عشائر. فاللي نرجوه من عندكم يا حكومتنا تنتبهون لهاي القضيه، خصوصا مطار النعمانيه يا حكومه النعمانيه. اي والله، يعني عندنا المطار يعني مهزله. اي يعني يطلعون يشوفون المهزله مالته. نسال من الله انه يبدل الوضع بافضل الاوضاع، لانه حتى المسيح ما عملوا عملكم. وثانيه بعد اخي العزيز، احنا عندنا بالفقه موجود شي يقول لا يجوز المعايده، ما يخالف. اني اروح اتبارك للمسيح واقول له على الخير والبركه، عيد سعيد، عيدك مبارك، لكن اني ما احتفل باحتفالياته. لماذا؟ لانه مشرك. خلي ينتبهون حتى المسيح على هذا. لا فتوى السيد السيستاني، كل علمائنا يقول لا يجوز الاحتفال باعياد المشركين. خوش بويا، انتم طلعتوا من الاسلام. اسال من الله انه يبدل وضعنا. الله يحفظك يا شيخنا العزيز، الله يخليك يا حبيبي. مشكورين. حياك الله.